اهلا بيكم. النهارده انا في شاطئ جديد من شواطئ الغردقه، وده اسمه شاطئ الشيراتون. شاطئ الشيراتون ده مقسوم جزئين، جزء موجود على شمال فندق الشيراتون القديم، والجزء التاني موجود على يمينه. انا موجود النهارده في الجزء اللي على اليمين، يعني لو لفينا كده شمال هنلاقي فندق الشيراتون القديم اهو. طبعا هو مش شغال دلوقتي، من زمان يعني. والناحية اليمين هنا موجود ده فندق الماريوت. انطباعي الاول عن الشاطئ مفروش رملة، حلو يعني، انطباع جيد. انا حاسس ان التجربة النهاردة في الشاطئ ده هتبقى حلوة وان شاء الله تعجبكم. هقوم دلوقتي ناخد جولة في المكان عشان تشوفوه، وبعد كده ننزل المية عشان اقول لكم التجربة بتاعتي عن الارضية بتاعت الشاطئ. فيها رملة، فيها صخور، وفي اسماك في المكان ولا لا، ونسبة المية على الارض قد ايه. تمام، يلا بينا مع بعض. الشاطئ ده بيبدأ من هنا من جنب زي ما احنا قلنا فندق الماريوت. هنبص نقف كده من على اول الشاطئ ونتجه بالكاميرا لحد اخر الشاطئ الناحية التانية عشان تشوفوا حجم ومساحة الشاطئ عامل ازاي. مساحة الشاطئ كبيرة جدا وواسعة جدا، في هدوء نسبي في المكان، في تنظيم جيد. المكان كل ما بيكون هادي زي ما انتوا عارفين بيخليك تبقى مبسوط، مستمتع بالجو ومستمتع بالمية، مش زيطة ناس بتهيص ولا بتعمل زيطة حواليك. فدي ميزة جيدة جدا هنا. الشازلونجات برضو كويسة، شمسيات كويسة. الشاطئ رملي اكتر من اي مكان تاني يعني. طول الشاطئ كله رملي، ممكن المنطقة بس اللي هتلاقيها صخرية هي بداية الشاطئ من ناحية الماريوت هنا، هي دي اللي فيها شوية صخور. انما كده انا شايف ان المياه شفافة والشاطئ رملي جدا. ده كده خارج الشاطئ، ده شارع الشيراتون، يعني انت لو وراك على طول الشارع. هناك في كافيه برضو، انت لو عاوز تطلب منه حاجة شرب او اكل او اي حاجة انت بتحاسب عليها. تذكرة الشاطئ هنا للفرد 100 جنيه. ورا الكافيه بشوية هناك، يعني بص ده الكافيه ماشي. ورا الكافيه بشوية الجزء ده مدخل الشاطئ. هناك انت بتحاسب على تذكرة الفرد وبياخد منك بياناتك، فده دليل ان في تنظيم يعني، ويبقى عارفين مين داخل ومين طالع في المكان، فده شيء كويس برضه. هو ده شكل الشاطئ من بره، بسيط خالص يعني، عبارة عن شازلونجات وكافيه بس، مفيش حاجة تانية غير كده، وهدوء، والمكان كله رملة ونضيف يعني. دلوقتي نروح نتجه للمية علشان نجرب مية الشاطئ هنا عاملة ايه. المية نضيفة والارض نضيفة ولا ايه، ويعني نشوف زي كل تجربة احنا بنعملها في اي شاطئ تاني. فيلا بينا، ويا رب تكون التجارب دي او الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي بتساعدكم لما بتيجوا الغردقة هنا، علشان تعرفوا تختاروا الشاطئ المناسب اللي ترتاحوا فيه. طيب دلوقتي هناخد الماسك ونعمل زي ما بنعمل في كل فيديو من فيديوهات شواطئ الغردقة. هنستكشف الأرضية بتاعة الشاطئ، ارتفاع نسبة المية على الأرض، علشان أنا عارف إن الموضوع ده بيهم العائلات اللي معاه أطفال، بيبقى عاوز يعوم الأطفال بتبقى عاوز تعوم في المية، ويكون تحت رجلها الأرض مش يعني قريبة مش بعيدة. وهنشوف في أسماك في المنطقة دي المائية بتاعة الشاطئ، ولو في حجارة ولا لأ، وايه نوعية الاسماك اللي ممكن تلاقيها بتعوم تحت رجليك. فخلينا نستكشف مع بعض ونشوف الشاطئ ده عامل ازاي النهارده.
جدا لان المكان مفتوح والبحر مفتوح قدامك، المية صافية ونضيفة جدا. بس لو انت من الهواة اللي بيحبوا يشوفوا الاسماك ويتفرجوا على الاسماك، فالشاطئ مش هيكون مناسب بالنسبة لك، لان الاسماك فيه قليلة جدا. يعني كل مسافة صغيرة كده بتلاقي السرب اسماك صغيرة عايمة مع بعض، فما فيهوش اسماك كتير يعني. اللي بيخاف من الاسماك بقى هيبقى مناسب بالنسبه له. اللي بيحب يتفرج على الاسماك والشعب مرجانيه، لا هو ما فيهوش شعب مرجانيه. هو الشاطئ حتى الارضيه كلها مفروشه رمله، يعني ما فيهاش شعب مرجانيه ولا اسماك. كل فين وفين هتلاقي سمكتين، شويه اسماك زي سرب كده صغير، لكن مش اللي هو المكان اللي انت داخل تستكشف فيه ايه اللي موجود تحت المايه كده وتتفرج وتستمتع يعني في الشعب المرجانيه وانواع الاسماك المختلفه. لا مفيش الكلام ده، هو للاسترخاء. يعني انت قاعد في هوا جميل في الشمس ونازل تعوم، مش قلقان ايه اللي موجود تحت رجلك. اللي تحت رجلك رمله زي اللي موجوده بره الشاطئ هي اللي موجوده في ارضيه الشاطئ. وبكده اكون قلت لكم كل حاجه ممكن تحتاج تعرفوها عن الشاطئ ده. اشوفكم في فيديو جديد في شاطئ جديد من سلسله فيديوهات شواطئ الغردقه. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه اللي ما اشتركش، لانك هتحتاج تشوف فيديوهاتي لو انت بتنزل تصيف في الغردقه، وبرضه هتدخل تشوف الفيديوهات القديمه لو انت محتاج تروح اماكن معينه في الغردقه. عندي فيديوهات كتير عن الاكوا بارك والشواطئ موجوده على القناه، فانت لو نازل تصيف في الغردقه محتاج تدخل تشوف الفيديوهات دي. ما تنسوش دعم بلايك واشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.